السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أعرفك حاجات عن العصافير، إذا كانت هي عندك هتبيض أو مش هتبيض، وإيه هي العلامات لو العصافير بتاعتك عملتها يبقى كده بتجهز وهتبيض. ولازما لو العصافير عملت كل الحاجات اللي أنا هقولها لك في الفيديو دي، لازم إن أنت تعمل الحاجات اللي هعرفها لك عشان ما تقابلكش مشاكل ويبدأوا اللي هما يسيبوا البيض أو يسيبوا المكان اللي هيبيضوا فيه. ايه هي بقى الحاجات اللي العصافير بتعملها؟ رقم واحد، هتلاقي العصافير في الفترة دي يبدأوا الذكر أو النتاية بتخش القفص وبتقعد فيه، بتخش البياضة بتاعت العصافير وبتقعد فيه. تمام. وساعات في ناس هتقولك في البادجي لا ده النتاية هي بس اللي بتخش، لا وساعات الذكر هو اللي بيخش يجهز العيش. تمام. بس الأغلبية النتاية. تمام، بتخش النتاية تجهز العيش وبتفضل تخبط جوه كده، بتعمل المكان اللي فيه النشارة، بتعمل نسبة نشارة صغيرة. تمام. الفترة دي بقى كل الدور اللي عليك اللي انت ما تعملش حاجة غير انك تحط الاكل والمية وما تعملش حاجة تاني تسيبه. تمام. لان لو انت، في ناس بقى في الفترة دي بتبدأ تعمل تفتح البياضة كل شوية وتبص، تبص على على النتاية، هل هي باضت ولا ما باضتش، هل هي باضت ولا كل شوية يفتحوا ويتأكدوا. في الحالة دي لو هما هيبيضوا فهم بيقلقوا من المكان ويبدأوا اللي هما ما يبيضوش. تمام. طب ايه العمل اللي انت المفروض تعمله بقى عشان العصافير بتاعتك في المرحلة دي تبيض وكله تمام؟ في المرحلة دي اللي انا قلت لك تحط الاكل والمية وبس، وتبشرهم هل هم تعبانين ولا مش تعبانين، هل هم صحتهم كويسة، كاشين بياكلوا. ده اللي انت دورك اللي تعمله. لكن ما تفتحش كل شوية القفص وتبص على العصافير. تمام. وكل شوية تفتح البياضة، ده غلط، ده كله غلط. لأن الفترة دي هما بيحتاجوا اللي هما يكونوا في مكان هادي عشان يبدأوا اللي هما يبيضوا. وفي الفترة دي برضه هتلاقي إن النتاية والذكر بيبدأوا يتوالفوا على بعض. تمام. جامد. يعني يبدأوا يتوالفوا على بعض وبتبدأ النتاية تولف على الذكر والذكر يولف على النتاية في الفترة دي. فلو هما بيعملوا الحاجة دي يبقى كده هما برضه هيبيضوا. يعني لو هما بيعملوا الحاجة دي ولسه ما دخلوش القفص ولا رجضوا ولا لسه جهزوا العيش، فهم كده بيجهزوا عشان هيبيضوا. ادي دي تاني حاجة. فانت لازم تكون عارف في الفترة دي انك لازم تجهز لهم المكان اللي يكون القفص بتاع العصافير ثابت في مكان واحد ما يتحرك، مش كل شوية تنقله من مكان لمكان. في بقى حاجة انت ممكن تعملها ودورك تعملها عشان تبدأ ماشي في الانتاج بتاع العصافير صح، وماشي في تربية العصافير صح. تمام. ايه بقى هي الحاجة دي؟ انك هتجيب صدف عند بتاع العصافير وسيبيا او صدف محار البحر مطحونة. تمام. او تطحنها انت وتحطه على الصدف التاني. تمام. وتجيب الشوية دول وتحطهم في العيش عند العصافير. بعد ما تعمل النشار تحط لهم شوية كده، بس كده. طب ايه فايدة دول؟ فايدة دولت ان دولت لما العصافير تيجي تبيض هي هتعمل بالمنقار كده في حوالين هتحفر زي في الصدف كده، تعمل زي الرمل كده دايرة وتبيض جوه الدايرة. طب ايه فايدة؟ يعني الفايدة ان العصافير البيض مش هتلاقيه في كل مكان، لان في ناس بتشتكي ان ساعات بتفتح القفص تلاقي بيضة في اخر القفص وبيضة في اول القفص، فكده البيض كله ما بيتدفاش. لكن لو هما بيبيضوا في مكان واحد وانت عملت الطريقة اللي انا بقولك عليها دي، فهم هيبيضوا في المكان واحد ثابت، والنتاية هتبدأ تسخن البيض ومش هيحصل اي مشكلة. اما لو عصافيرك لسه بتضرب بعض وانت والعصافير عندك بتضرب بعضيها ولسه مخدتش بعض، فانت المفروض تتأكد ان هما ذكر وانتاي. ولو متأكد ان هما ذكر وانتاي لازم تتأكد ان هما جاهزين لموسم التزاوج ولا لا. يعني ساعات بتكون النتاية صغيرة والذكر بيكون اكبر منها فما ينفعش. تمام. لازم الاتنين يكونوا جاهزين للتزاوج. يبقى انت كده عرفت العلامات اللي العصافير بتاعتك عملتها، يبقى كده هتبيض. رقم واحد، قلنا العصافير هتخش البياضة، النتاية أو الذكر بيخشوا يقعدوا في البياضة ويطلعوا.
تمام. ويبدأوا، طب رقم اتنين، يبدأوا يتوالفوا مع بعض، يعني بدل ما كانوا الأول بيضربوا بعض، لأ بدأوا بقى ياخدوا على بعض ويبدأوا يتوالفوا على بعض. فده معنى كده إن هما كده خلاص هيبيضوا. تمام. فأنت في الفترة دي كل تعمل الحاجات اللي أنا قلتلك عليها دي عشان يبدأوا اللي هما ينجزوا معاك ويبيضوا بسرعة. تمام. في الفترة دي. أما وحكاية الصدف ومحارة البحر ده اللي أنت تحطه في القفص اللي في البياضة اللي هما هيبيضوا فيها، لأن ده مفيد جدا في المرحلة دي، لأن العصافير لما تبيض في الدايرة اللي هي حوالين الصدى، يقوم البيض كله يبقى جنب بعضه، ما يكونش العصفورة بيضة في كل مكان. فلو بيضة في كل مكان ده وانت مش عامل اللي انا قلتلك عليه ده، فالعصافير كده ممكن تطلع لك جوز بس او فرد واحد، لان هي هتدفي، هي محتاجة اللي هي تقوم البيض كله حوالينها عشان تدفيه. فانت حاول في المرحلة دي انك تحاول تهدي عند العصافير بتاعتك من فتحان كل شوية والبص على البياضة، لان ده بيخليهم يبقى فيهم شعور اللي هم مش خايفين من المكان، مش مطمئنين في المكان. تمام. ولو حصل كده وبرضه ممكن العصفور بعد ما يطلع النتاية بيجيلها حالة افتراس وتبدأ تاكل الزغاليل بتاعتها، لأنها بتبقى خايفة على الزغاليل بتاعتها فبتبدأ تاكله، لأن خايفة عليهم من حد ياخدهم منها أو حد يفتح لأن انت السبب في اللي انت عملته، اللي انت كل شوية تفتح القفص عليه أو البياضة وفي خبط ياما، فده بيسبب مشاكل للعصافير. وحالة الافتراس دي لو جت في النتاية بتاعتها ملهاش علاج. تجنبا لكل ده الفترة دي تحط القفص يكون ثابت في مكان واحد، وتحط الأكل والشرب للعصافير وبس، غير كده متعملش حاجة. لكن لو مفيش العلامات دي عند العصافير بتاعتك وبدأوا برضه يضربوا بعض، فهم كده لازم تتأكد إن هم ذكر وانتهي. بس كده متنساش تابعني، أكيد هفيد. سلام.